في ناس كتير بتفكر إن الفشل بيجي من قرارات كبيرة أو مصايب ضخمة، بس الحقيقة اللي بيضيع حياتك غالبا بيبدأ من حاجات صغيرة ليك بتعملها كل يوم وأنت بتطلع. في الفيديو ده هقولك على 5 عادات بسيطة بتضيع وقتك وتركيزك وحياتك وأنت مش واخد بالك. لو بتعمل منهم عادة واحدة بس، خلي بالك الآخر. العادة رقم 1: أول ما تصحى من النوم في إيدك على طول الموبايل، تفتح تشوف الإشعارات، الواتساب، الانستجرام، تسكرول شوية وشكرا، راح أول نص ساعة من اليوم. بس الموضوع أخطر من كده. علميا اللحظات الأولى من يومك بتحدد مزاجك ونشاطك العقلي لباقي اليوم. لو بدأت بفوضى، دماغك هيكمل في نفس النظام، ولو بدأت بهدوء وتنظيم هيكون يومك مختلف تماما. جرب تصحى وتقوم تتمشى شوية، تشرب مية، تكتب 3 أهداف بسيطة لليوم. حتى لو قضيت 10 دقايق بس بعيد عن الشاشة، ده فرق كبير. العادة رقم 2: التأجيل المستمر. أبدأ بعدين، أكتر كذبة بنقولها لنفسنا. هبدأ من الغدا، هبدأ لما أخلص كذا، هبدأ أول الأسبوع الجاي. لكن خليني أقول لك الحقيقة، لو مستني اللحظة المثالية فغالبا مش هتبدأ أبدا. التأجيل بيريحك مؤقتا، لكن بعد شوية بيزود توترك وهمك وبيخلي الحاجات أصعب. بدل ما تفكر تبدأ، فكر تبدأ إيه. ابدأ بدقيقتين بس، حتى لو شغلك كبير خليه صغير في البداية. اسمها قاعدة الدقيقتين. ابدأ بأي حاجة، عقلك هيكمل الباقي. العادة رقم 3: مقارنة نفسك بالناس. تفتح الفيسبوك تلاقي صاحبك بيسافر، زميلك فتح مشروع، حد اشترى عربية، حد اتخطب، وانت تحس انك بتتحرك بالعكس. بس خد بالك، السوشيال ميديا مش بتعرض حياة الناس بشكل كامل، بتعرض اللحظة اللي عايزينك تشوفها. بتشوف الصورة النهائية مش الكواليس. بدل ما تسأل ليه أنا لسه مكاني، اسأل هل أنت بتتحسن ولو 1% في الأسبوع. ولو بتقارن، قارن نفسك بنسخة امبارح مش بنسخة الناس. العادة رقم 4: قلة النوم. بعض الناس بيقولك إن أنجح رجال الأعمال بيناموا 4 ساعات بس الحقيقة دي مش قوة، دي كارثة. النوم مش رفاهية، دي أهم عملية إصلاح بيعملها جسمك وعقلك كل ليلة. قلة النوم ممكن تسبب ضعف في التركيز، مزاج وحش، قرارات غلط. لو نمت من 6 ل8 ساعات نوم عميق، هتشتغل في 5 ساعات شغل فعال أكتر من واحد صاحي 16 ساعة ومش مركز. نظم نومك، هتحس بفرق في كل حاجة في حياتك. رقم 5: تفكير كتير، حركة قليلة. بتخطط وتفكر وتحط أهداف جميلة في ورق ملون، بس مفيش خطوة حقيقية. انت في فخ التفكير المفرط، ده بيخلي دماغك تحس إنك بتشتغل وانت في الحقيقة مش بتعمل حاجة. التفكير مهم، بس لازم يتحول لأكشن. اعمل جدول بسيط، خطوة واحدة بس في اليوم. لما تتحرك حتى لو بغلط هتتعلم أسرع بكتير من اللي بيفكر يس. وأخيرا، العادات اللي اتكلمنا عنها مش بتدمر حياتك في يوم ولا اتنين، هي بتشتغل بالراحة سنة ورا سنة لحد ما تكتشف إنك واقف مكانك. ابدأ النهاردة، اختار عادة واحدة بس من 5 تتجنبها على الأقل، وابدأ تراقب تأثيرها. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجاية. وسيب لي تعليق، إيه أكتر عادة فيهم بتعاني منها. سلام.